مهاجرون أفارقة يهاجمون القوات العمومية والساكنة بطريقة عنيفة بالدار البيضاء. وإلى التفاصيل. شهد محيط المحطة الطرقية ولاد الزيان بمدينة الدار البيضاء صباح اليوم الاثنين فوضى عارمة بعد أن هاجم مهاجرون ينحدرون من دول جنوب الصحراء بطريقة عنيفة القوات العمومية لحظة إجلائهم بطرق سلمية من الفضاءات العمومية التي يتخذونها مقرا لسكنهم. وأقدم المهاجرون الأفارقة حسب ما أظهرته مقاطع فيديو منتشرة على مهاجمة عناصر الأمن بشكل عنيف مستعملين في ذلك الحجارة والقنينة الزجاجية قرب ولاد زيان. وجاء تدخل السلطات الأمنية والمحلية استجابة لمطالب وشكاوى ساكنة المنطقة التي احتجت نهاية الأسبوع المنصرم ضد ما وصفوه بالفوضى. للإشارة فإن المنطقة المذكورة تعرف انتشارا كبيرا للمهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء والمقيمين بشكل غير قانوني، حيث ينتشرون على طول شارع المحطة في مخيمات عشوائية. وقد تمكنت القوات العمومية من توقيف 6 مهاجرين أقدموا على رشق القوات العمومية بالحجارة في أعقاب عمل نظامي لتحرير الملك العام بالشارع ولاد الزيان بمدينة الدار البيضاء، مما تسبب في إصابة شرطي بجروح وإلحاق خسائر مادية ب5 سيارات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.